الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن التلقيح. الام ما بتمسكش عشار وايه المشاكل وايه الاضرار. تعالوا مع بعض ما تروحش بعيد، تعالوا نشوف مع بعض ايه مشاكل تاخر التلقيح او الام جاهزه تلقيح مش قادره تقف للذكر. تعالوا مع بعض وما تروحش بعيد. ما تنسوش اخوكم في اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل اخ واخت مشتركين معانا على القناة على دماغي من فوق. النهاردة نتكلم عن التلقيح. الام طالبة اعشار وما بترفعش للذكر، كل المشاكل ده هنتكلمكم عليها، وفي حاجات برضه هنوريها لكم عملي عشان كلكم تبقوا عارفين ان الدنيا فيها ايه وايه المشكلة. لو انت جديد معانا اول مرة تشوفنا في القناة، يا ريت متنساش الاشتراك، فعل زر الجرس لو انت حابب تستمتع او تسمع وتتعلم تربية الارنب سواء في بيتك او في قطاعك ولسه عايز تبدأ المشروع ده. انضم معانا وما تنساش اخوك في اللايك. اول حاجة يا جماعة هنكلمكم عليها بنسبة 50% من الامهات اللي بتبقى طالبة عشار وما بتقفش للذكر، في حاجة برضو بتمر عليك في المزرعة هنقول لك عليها وهنوريها لك عملي. يلا مع بعض يا جماعه. اول حاجه يا جماعه جزئيه بتتعامل معاك في قلب المزرعه، وهي دي العمود الكبير بتاع المزرعه، هو العلب بتاعك. العلب بتاعك لما يكون خصوبته كويسه هو ده بيظبط عندك الخصوبه عند الامهات والذكور، وكل حاجه عندك هتلاقيها خصوبتها عاليه. دي طبعا لو العلب بتاعك بتاع مزارع وحاجه كويسه وانت عارف معمول ازاي او ماشي ازاي او انت بتعمله ازاي، دي اول جزئيه وهي دي العمود الفقري بتاع الارنب. اهم حاجه العلب بتاعك يكون 100% عشان تعرف برضو ترمي تحويل وترمي برضو خصوبه، وتعرف برضو تخلي الامهات ترضع كويس، يكون في عندك تلقيح كويس. ان شاء الله برضو هوريكم برضو جزئيه تانية ممكن برضو بتدخل ام وتلاقيها مش طالبه معاك عشان خالص، او سواء بترفع للذكر وبرضه مفيش اي نتيجه، بعد 10 ايام بتيجي تكس ما تلاقيش اي نتيجه. طبعا يا جماعه نشوف هوريكم العينه برضه عشان برضه كله يستفاد ويعرف ايه السبب. الجزئيه التانية يا جماعه زي ما قلت لك بتخشش الام وهي طالبه عشار وبترفع للذكر، بس تيجي بعد 10 ايام ما تلاقيش في الام اي عشار. طبعا يا جماعه الام اهو قدامكم طالبه عشار هات يا جماعه، بس للاسف بتخش وما بتمسكش اي عشار خالص سواء 10 ايام. وطبعا دي دخلت مرتين، ايه السبب؟ اقول لكم ايه السبب. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين قدامكم كده شعرها عامل ازاي. طبعا الام بتغير شعر. طبعا اما الام او الذكر بيغيروا شعر بتلاقي النتيجه في التلقيح قليله جدا سواء في الذكر سواء في الام. فانت طبعا عشان تتفادى المشكله ديت لازما تشغل تكون عندك دكورة جديدة او امهات شباك جديد، عشان برضو دي طبعا زي ما قلت لك لازم يكون عندك سلالة جديدة او ديكور ونتيان، عشان برضو خاطر ما يوقفوش معاك كل الامهات تبقى معاك بالشكل ده. طبعا بتبقى مشغلها في الصيف، بتيجي على دخلة الشتاء وما بين الصيف بتلاقي الامهات او الديكور بتغير شعر، فتلاقي التلقيح عندك يخف شوية. طبعا لو انت شغال بالاملاح والفيتامينات اللي هي سيلينيوم يا جماعة اللي انا وريته لكم في كذا فيديو، الاملاح دي على طول شغالة عندي، سواء الفيتامين هي سيلينيوم كل دي بتشتغل، وانا عرفت لكم تشغلوا النتيجة دي ازاي عشان برضو الخصوبة عندك بدل ما تبقى 50% تبقى 100%، عشان برضو تعرف تريح دماغك من مشاكل التلقيح، ولا نجيب بقى اي علاج وندي للذكر ونحقن. لا احنا بنعمل كل حاجة، العلب بتاعنا كويس 100%. بنجيب امهات جديدة تشتغل معانا الموسم عشان برضو اللي بتغير شعر ما توقفش معانا اي شغل او في الدورة بتاعتنا. طبعا بتيجي على الشتاء مش لاقي تلقيح، مش لاقي امهات بتمسك عشار. النتيجة زي ما وريتها لك، الام مادام بتغير شعر او الذكر طبعا مش هتلاقي تلقيح كويس معاك، عشان خاطر هو بيغير الشعر بيبقى محتاج الفترة دي ان هو يغير الشعر، محتاج اللي هو ياكل كويس ويقعد كويس برضه زي ما انت شايفه زي ما انت عامله في العين الاسكان. وطبعا زي السلالة اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت
طول لازم أن يكون عندك سلالات جديدة عشان برضو تعرف تشغل الموضوع ده، وبالذات في الموسم ده احنا كلنا بنبقى مستنيين الموسم عشان بنعرف نطلع شوية أرانب برضو على السعر كويس. فأنا عايز كل الناس تعرف الجزئية ديت. تغيير الشعر مفيش ترقيح يا جماعة، هتقف معاك غصب، دي غصب عليك اللي هي هتقف معاك. فانت طبعا بتحط لها املاح وفيتامينات، بتلقح مرة او التانية ومنسكتش، بتلاقي في التالتة ان شاء الله تمسك معاك، تبقى النتيجة كويسة. النتيجة اللي انا مرة لكم ديت يا جماعة بتغير شعر، منسكتش معاها مرتين، والحمد لله دلوقتي عشر 10 ايام، لسه جاسسها النهارده لقيت عشر 10 ايام. فانا ما قلت لكم احنا بنشغل حاجة جنب حاجة، مش عشان خاطر نلاقي النسبة اللي احنا محتاجينها او نلاقيها في المراعية عندنا. طبعا زي ما وريتكم اللحم، اهم حاجة اللحم يكون مظبوط وسلالتك تكون مظبوطة عشان برضه تريحك فيما بعد. وانا بنصح الناس تبعد عن اي سلالة فيها مشاكل صحية، اي سلالة فيها مشاكل صحية دي تستبعدها عن المكان، ما تسيبهاش عندك عشان ما تمرش عليك بحالة قرف او يأس بالنسبة للأرنب. ان شاء الله دي فيديو حلقتنا النهارده، عرفتكم ايه السبب بدون حقن، بدون ما نهلك في الذكر او في النتايه. انا عرفتكم ايه الاسباب وايه المشاكل، ويا ريت كل يكون فاهم الموضوع، ويا ريت تغيروا من شغلكم، يكون عندك سلاله اجدد عشان برضو خاطر الشغل، سواء شغال مكثف او بعد الولاده ب10 ايام. كل واحد له نظام وكل واحد له شغل. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اخوكم في اللايك، ويا ريت كل اللي يشوفنا جديد ما ينساش الاشتراك. والف شكر جدا على الناس اللي بتدينا لايكات على دماغي من فوق، اللي من داخل مصر خارج مصر.